خلصنا جزء المايند سيت، عرفنا ان احنا لازم نفكر قبل ما نقرا ارقامنا، واتفقنا ان احنا نفكر كليدر مش مجرد يوزر. طيب اي ليدر في الدنيا قبل ما يدرس جيوش الاعداء لازم يكون عارف كل تفصيله عن جيشه الاول، صح. ايه اللي محتاج يعرفه؟ محتاج يعرف نقط قوته فين، نقط ضعفه فين، جاهزيته بشكل عام عامله ازاي. عشان كده قبل ما ندخل في تحليل المنافسين ونشوف الناس تعمل ايه، لازم نحلل نفسنا الاول. نبني مركز القياده بتاعنا جوه سيمرش، المكان اللي هيجمع لك كل الداتا عن الويب سايت بتاعك في شاشه واحده. الخطوه دي هي الاساس اللي بتخليك تستخدم سيمرش كنظام متكامل بيشتغل عشانك 24 ساعه. يلا نبني الاساس صح. يلا بينا نبدا ونعمل بروجكت. اولا ليه لازم نعمل بروجكت؟ اول حاجه عينك هتقع عليها في سيمرش هي زرار كرييت بروجكت. اغلب الناس بتتجه له او مش بتفهم اهميته. اليوزر العادي بيفتكر انه مجرد فولدر عشان ينظم شغله، لكن الليدر فاهم كويس جدا انه لما بيدوس على الزرار ده هو مش بيعمل فولدر، انت بتدي امر لسيمرش انه يفعل 12 اداه تتبع خاصه للبروجكت او للويب سايت بتاعك، فبيعمل تحاليل مخصصه ليك بتشتغل في الخلفيه اوتوماتيك. اول حاجه عينك هتقع عليها في سيمرش هي زرار كرييت بروجكت. اغلب الناس بتتجه له او مش تفهم اهميته. اليوزر العادي بيفتكر انه مجرد فولدر عشان ينظم شغله، لكن الماركتنج ليدر فاهم انه لما بيدوس على الزرار ده هو مش بيعمل فولدر، هو بيدي امر لسيمرش انه يفعل اكتر من 12 اداه تتبع، فبيعمل تحاليل مخصصه ليك انت بتشتغل اوتوماتيك في الخلفيه. الادوات دي زي السايت اوديت، زي البوزيشن تراكنج، زي حاجات كتير مش بتشتغل بكامل قوتها غير لما بتعمل البروجكت. ببساطه انت لما بتعمل البروجكت بتقول لسيمرش الويب سايت ده هو البيزنس بتاعي، خصص لي جزء من ذكائك ومراقبتك والتراكنج اللي انت بتعمله، واديني تقارير عن البروجكت ده اول باول. تعالوا نشوف ده بيحصل ازاي. اول حاجه بضيف البروجكت، بكتب اسم الدومين وبكتب البروجكت نيم وبقول له كرييت ا بروجكت. بمجرد ما بتعمل له كرييشن بيظهر بالمظهر ده. هضغط على اسم البروجكت اللي انا لسه ضايفاه وهبدا اشوف داشبورد مليانه ارقام واسهم طالعه نازله مش عارفين دي بتعمل ايه بالظبط. اول ما تعمل السيت اب هتدخل على الشاشه دي، الاس اي او داشبورد. يمكن شكلها في الاول يخض شويه بس خلينا نبسطها مع بعض. فكر فيها كشاشه فيها 5 مستشارين، كل واحد متخصص في حته وبيديك الزبده اللي فيها. اول مستشار هو السايت اوديت، ده دكتور الويب سايت بتاعك، بيدينا سكور من 100. كل ما الرقم ده قل معناه انه في مشكله تقنيه بتمنع جوجل انه يفهم الويب سايت بتاعك. وطبعا كل ما الرقم زاد كل ما كان لمصلحه الويب سايت. هنا ماركتنج ليدر لازم يسال هل الاساس بتاع الويب سايت بتاعي سليم وقوي كفايه انه يستحمل اي جروث هيحصل في المستقبل، ولا محتاج ان احنا نظبطه. لو بصيت على اليمين هتلاقيه بيقسم لك الاخطاء لاكتر من نوع. النوع الاول هو الايرور، دي الجلطات، المشاكل الكبيره جدا اللي لازم تتحل فورا. تحتها هتلاقي warning، ودي المشاكل المتوسطه اللي يعني ايه لو ظبطتها صحه الويب سايت بتاعك هتبقى احسن واموره تمام. فاول حاجه محتاجين نبص عليها هي الايرور. لو ضغطت عليها هيفتح لي كل الايرورز الكبيره جدا، الايشوز الثقيله اللي لازم تتحل فورا. ده مش موضوعنا دلوقتي، هنرجع له مره ثانيه. خلينا نكمل الداشبورد بتاعتنا. طيب تاني مستشار عندنا هو البوزيشن تراكنج. مين ده بقى؟ ده مستشار الاداء في جوجل. بتعمل زوم على البوزيشن تراكنج ويدجت. ده بيقول ايه؟ ده اللي بيقيس نتيجه مجهودك، انت بتحط له اهم كيوردز للبيزنس بتاعك وهو بيراقب ترتيبك فيهم يوم بيوم. سؤال الماركتنج ليدر هنا، هل مجهودي في الاس اي او والكونتنت بيترجم لتقدم حقيقي في اهم الكيوردز عندي، ولا هو اصلا مش شايف الكيوردز والكلمات اللي الناس بتسيرش بيها فعلا وانا محتاج ابذل مجهود اكتر في الحته دي؟ هنا انا محتاجه ابص على مؤشر الفيزيبيليتي. ده مش مجرد ترتيب، دي حصتك من الظهور على جوجل في الكيوردز اللي بتهمك. لو المؤشر ده بيزيد يبقى انت ماشي صح، لو قل يبقى في حاجه غلط. هنا كمان انا ببص على التوب كيوردز، هل الكيوردز اللي انا بتصدر فيها فعلا واخد فيها بوزيشن رقم 1، هل هي فعلا اللي بتعبر عن البيزنس بتاعي؟ هل هي فعلا اللي بتجيب لي العميل اللي بيشتري المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها ولا لا؟ محتاج كمان ابص على كام كلمه عندي متصدره، كام كلمه جديده، كام كلمه عندي طالعه في التوب 10. مؤشر الفيزيبيليتي هنا ده قصتك من الظهور على جوجل، فده حاجه مهمه جدا جدا ان انت تبقى بتراقبها وبتتاكد ان انت كل يوم الرقم ده بيزيد مش بيقل. طيب مين تالت مستشار معانا؟ هو الاون بيج اس اي او تشيكر. مين ده بقى؟ ده مستشار ذكي جدا، بيمسك لك اهم صفحاتك صفحه صفحه وبيديك تو دو ليست
عشان تحسن كل صفحه فيهم. فبيقول لك انه الصفحه رقم كذا اللي اسمها كذا والتايتل بتاعها كذا، استخدم فيهم كيوردز 1 2 3 وعدل كذا، طول في المحتوى بتاعك، ظبط، يعني بيديك تفاصيل مهمه جدا جدا. هنا الماركتنج ليدر هيفكر في ايه؟ هيفكر انه انا عندي مثلا الهوم بيج، عندي صفحات خدمات اساسيه، عندي صفحات مهمه جدا مش بتجيب ترافيك، مفيش اي ترافيك بيحصل عليها، فاعمل ايه عشان اقوي الصفحات دي؟ طيب الصفحات التانية اللي بيجي لها ترافيك بالفعل كتير، هل في حاجه اقدر اعملها عشان تصب وتخدم على الصفحات الاساسيه بتاعتي؟ هنا الليدر بيبدا يفكر بشكل مختلف. في الاون بيج تشيكر هو بيقسم لك الافكار لبعض الافكار الفرعيه، فبيقول لك انا في عندي 4 افكار ممكن تنفذهم في مجال الاستراتيجي، انا في 26 فكره للباك لينك، انا في عندي 20 فكره لكذا. تعال نمسك واحده منهم ونفتحها. هتلاقي في الاستراتيجي مسك واحده من الصفحات وقال لي انه الصفحه دي لو استخدمتي فيها كيورد اسمها الاداره الرقميه هتبقى افكتيف جدا. لو ضغطت على كلمه ايدياز هلاقيه بيقول لي طوري الاستراتيجي بتاعتك بانك تضيفي الكيورد دي للبيج دي. الكيورد دي مهمه والديفيكولتي بتاعتها، نسبه صعوبتها ان انت تمسكيها مش صعبه خالص. لو ضغطت هنا على اليمين هيقول لك انه انت هيبقى احسن لك كتير ان انت تoptimize وتظبط البيجز اللي اوريدي ظاهره ومتصدره عن انك تبدا في صفحه فروم سكراتش. فعندك صفحه مؤهله وعندها يعني عوامل كتير جدا في الاي سي او هي مغطياها، فليه تسيبها؟ لا، تعالى بقى شوف انا بريكومند عليك ايه. اول حاجه انا بريكومند عليك ان انت تظبط وتمبروف وتطور الاستراتيجي بتاعتك. فلو فتحنا البيج دي اللينك ده هتلاقي ان البوزيشن بتاعه معدي ال100، لكن لو استخدمت الكيورد دي بشكل افكتيف وبدات وبدات تطبقها على كل فانت لو استخدمت كلمه الاداره الرقميه هنا از كيورد في البيج دي وعملت لها كل الاس اي او فاكتورز اللازمه از كونتنت، هتلاقي البيج دي متصدره وهتبقى جميله جدا وبتجيب لك ترافيك. طيب فجي هنا في جزء الكونتنت وبدا يريكومند عليا بعض الحاجات، فبيقول لي ضيفي الكيورد دي في البادي في النص نفسه، ضيفيه كاتش 1 كميتا ديسكريبشن، في التايتل ضيفيه في بعض الحاجات، وانت بالفعل ضايفاه في باقي الاليمنتس او مطبقه عليه باقي عناصر الاس اي او في الكونتنت. حلو جدا. لو انا طبقت العناصر دي في التوبيك ده هلاقي ان التوبيك ده بدأ يتصدر وبدأ يخرج من بوزيشن اكتر من 100 ويتنقل بسرعة جدا للخطوة اللي بعدها. فخلونا نرجع تاني للتشيكر بتاعنا ونفتح مثلا الكونتنت ايديا. هلاقي انه في بيج اساسية جدا اسمها ارشفة المستندات. البيج دي لما افتحها هيقول لي ان انت عندك مشكله في الترجمه ما بين النسخه العربي والنسخه الانجليزي. النسخه الانجليزي مش مقريه ان هي نفس التوبيك اللي مكتوب باللغه العربيه، فحاولي تظبطي ده مع البروجرامر او الويب ديفلوبر اللي عامل لك الويب سايت. وفي الكونتنت نفسه هتضيفي لي كلمه ارشفه مره في البادي، مره في الاتش 1، مره في الميتا، والباقي عندك تمام واموره تمام. وبكده بكون عرفت ايه هو الاون بيج اس اي او تشيكر. حلو جدا. عندنا مين تاني؟ عندنا الباك لينك اوديت. مين ده بقى؟ ده خلينا نسميه الحارس. الحارس اللي بيحلل سمعتك والناس بتقول ايه عنك. الحارس اللي بيقول لك في ناس بتتكلم عنك وحش، ناس توكسيك، ناس بتديك لينكات ضاره. لما باخد اي لينك من موقع سبام، موقع ممكن يضر سمعتي وسمعه الويب سايت بتاعي، بيبدا ينبهني هنا ويقول لي لا خدي بالك اللينك ده توكسيك واللينك ده انت محتاجه تتخلصي منه فورا. انت عندك 48% من اللينكس، 48% من الصفحات اللي بتشاور عليكي والمواقع اللي بتشاور عليكي هي مواقع توكسيك. حاولي تروحي لجوجل وتقولي لجوجل لو سمحت انا ماليش دعوه بالناس دي، لو سمحت شيل اسم موقعي من عندهم، دي ناس وحشه. عارفين فكره لما حد نصاب يجي يشاور عليك ويقول انت احسن حد في الدنيا، حتى لو هو بيقول حاجه حلوه لكن هو نفسه سمعته مش حلوه، فلما يشاور عليا باي كلمه في الدنيا معناها ان انا كمان سمعتي مش حلوه، فمعناها ان انا محتاج اعدل ده واقول لجوجل لو سمحت انا معرفش الناس دي. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه لما عملت اوديت على الباك لينك عندك لقيت 79 لينك، 79 ويب سايت هم توكسيك، هم وحشين اشرار بيشاوروا عليكي.
فابدأي تصرفي مع المواقع دي. مين هم المواقع دي؟ بيبدأ يديني اللينكس كاملة اللي أنا أشتغل بيها. وده الحقيقه هياخدني لنقطه مهمه جدا، انه مش اي حد هيقول لي انا هجيب لك زيارات اكتر او هجيب لك ترافيك اكبر هجري وراه واقول له يلا اشتغل في السايت بتاعي واكتب عني مقال واتكلم عني وكذا. انا لازم اي حد هاخد منه باك لينك من اي نوع لازم اكون عارف مين اللي انا باخد منه الباك لينك ده، الويب سايت بتاعه الدومين اوثوريتي بتاعته قد ايه، البيج اوثوريتي بتاعته قد ايه، نسبه السكور سبام عنده قد ايه، ابقى عارف تفاصيل كتير جدا. طيب نرجع نكمل. في على الجنب على اليمين هنا حاجة اسمها لينك بيلدينج تول. مين ده بقى؟ ده مستشار العلاقات. ده بيقول لنا ايه؟ بعد ما بنحلل موقعي او موقع المنافسين، الاداة دي بتقترح عليا قائمة بالويب سايتس اللي انا ممكن اخد منها باك لينكس قوية ومناسبة للمجال بتاعي. تعالى كده نضغط على جو تو بروسبكتس وابدا اشوف. هيقول لي ان لينكد ان مصدر حلو جدا لو انا اخدته في الحسبان وبدات اعتبره واحد من المصادر المهمه للموقع بتاعي. هيقول لي موقع زي جود فورم، هيقول لي موقع زي كذا وكذا وكذا. هبدا اخد المواقع دي واحطها في الاستراتيجي بتاعتي لبناء الباك لينكس المناسبه للموقع بتاعي انا، مش اي موقع. هبدا اشوف لو ضغطت على كومبيتيتور هبدا اشوف المنافسين بتوعي بياخدوا الباك لينكس بتاعتهم من مين، مواقع مناسبه ليا ان انا كمان اخد منها باك لينك. بعد شويه ندخل بالتفصيل في النقطه دي، بس خلينا دلوقتي نرجع للداشبورد الاساسيه بتاعتنا. خلينا نقول انه اللينك بيلدينج تول بتخلي اي ماركتير ليدر فعلا في مجاله جاهز ومستعد للفرص الجديده المتاحه قدامه، عارف ايه هي الباك لينكس اللي فعلا هتبقى ضربه وهتبقى قويه ولو اشتغل عليها هتبقى مناسبه جدا وهتعلي الرانك بتاعه بسهوله. طيب ده مهم ليه؟ لانه بيوفر على اي ماركتير وقت كتير جدا جدا في الريسيرش، وقت كتير في انه يشوف مين منافسينه ومين اللي بياخد منهم باك لينكس وهكذا. شفتوا ازاي الاس اي او داشبورد مش مجرد شاشه ارقام؟ بجد اعتبروها داشبورد كامله بتديك كل حاجه، بتديك صوره كامله عن مجهودك وقد ايه انت تعبت وقد ايه نتائج موقعك دي باينه ولا لا، بتديك نتائج حقيقيه. يعني بنلاقي تولز كتير جدا موجوده اونلاين مش مدفوعه بس نتائجها لا ضايعه، فانت هنا بتشوف نتائج وارقام بجد حقيقيه تقدر تبني عليها، تقدر تحط عليها افكار وخطوات واضحه للتطوير، عارف انا هعمل ايه امتى ازاي عشان اوصل لايه. لما بتبدا يومك ببصه واحده على الاس اي او داشبورد دي انت في دقايق بتبقى خلاص فهمت موقعك محتاج ايه، عارف انت هتعمل ايه النهارده، تقدر تاخد قرارات مبنيه على داتا واضحه بتبذل فيها مجهود اقل وبتحقق فيها نتائج اكتر. نفس نظريه 2080. مهمتك بعد الحلقه دي انك تدخل على سيمرش، تعمل بروجكت للويب سايت بتاعك، تعمل سيت اب للادوات دي وتسيبها يومين ثلاثه تجمع داتا، عشان الحلقة الجاية هنكون جاهزين بجد بعد ما بنينا مركز القيادة الأساسي وعرفنا حالة الجيش بتاعنا. نبدأ نستخدم الرادار اللي موجود في سيمرش ونكشف كل أسرار المنافسين. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان الحلقة الجاية ما تفوتكش لأنها بجد مهمة. ولو عندك أي سؤال طبعا سيبه في الكومنت عشان أرد عليك الحلقة الجاية.